السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نجم الدين عبد الرحيم وكذلك ايمن عبد الرحمن، كرة لدومينيك راسية لكن لمحمد مصطفى وخطأ كبير والكرة في المرمى. جول عن طريق ايمن عبد الرحمن، يسجل يفاجئ المريخ بأول أهداف المباراة في هفوة كبيرة كانت بين محمد مصطفى وأيمن عبد الرحمن في المتابعة. نجح المهاجم أيمن عبد الرحمن في تدوين الهدف الأول. سنرى ونتابع في الإعادة الكرة الماضية اللي كانت ملعوبة من الصادق حسن والرأسية اللي كانت من دومينيك أبوي. محمد مصطفى كرة لم يتصدى لها بالطريقة المثلى ووجدها أيمن عبد الرحمن. نجح أيمن عبد الرحمن كما نرى ونتابع في تدوين أول أهداف المباراة بكرة مرت على محمد مصطفى. نجح أيمن عبد الرحمن. كيف سيكون شكل الكرة؟ هل تلعب مقوسة لأصحاب الرؤوس من جانب المريخ؟ كرة ملعوبة عرضية وأحمد عبد العظيم خروج وكرة في المرمى. جول عبر محمد كسرى. محمد كسرى يسجل التعادل. محمد كسرى يدون التعادل. صحح الهفوة الكبيرة اللي كانت منه. نجح لها في إعادة الابتسامة لمحيي الجماهير المريخية المدافع محمد كسرى في متابعة لكرة سقطت من أحمد عبد العظيم، والعرضية اللي كانت من الكولومبي برايان، والكرة الماضية وجدها محمد كسرى بالقدم اليسرى وفي الزاوية اليسرى. يدون التعادل، يسجل التعادل، يعيد المباراة. مكايا في وسط الملعب بديل للتاج يعقوب من جانب المدرب ريكاردو، يستعين بجانجا. كرة ركلة جزاء، ركلة جزاء، ونحن نتحدث عن تبديل مكايا أهداف في هذا الموسم. سجل إحداهما من ركلة جزاء في مرمى حيدوب، والآن هو مع ركلة جزاء في مواجهة أحمد عبد العظيم المتخصص دائما في إبعاد ركلات الجزاء. الآن برايان، هل ينجح القادم من أمريكا اللاتينية من كولومبيا من بوغوتا في تسجيل ثاني أهداف المباراة عبر ركلة جزاء؟ ركلة جزاء برايان أحمد عبد العظيم، برايان في المرمى. هدف مريخي عبر برايان أديلسون عن طريق ركلة جزاء. وضع الكرة في المرمى على يمين أحمد عبد العظيم، وأحمد عبد العظيم ارتمى في الزاوية اليسرى. هدف عبر الكافاتيريوس الكولومبي. برايان أديلسون عبر ركلة جزاء نجح في التعزيز وتسجيل ثاني الأهداف لكرة رائعة في المرمى. هدف ثاني عن طريق لمصلحة أهل الخرطوم عبر عمار سفاري. عمار سفاري، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تلعب داخل المنطقة وركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة أهل الخرطوم، لمصلحة خالد النعسان. مباراة والكرة الماضية وفي الإعادة واضح الدفع من محمد كسرى، ولكن القرارات التحكيمية دائما متروكة لخبراء التحكيم. أيمن عبد الرحمن، هل ينجح في تسجيل ثاني الأهداف في هذه المباراة لأهل الخرطوم؟ أيمن عبد الرحمن، محمد مصطفى في المرمى وأيمن عبد الرحمن على التنفيذ. هل ينجح أيمن عبد الرحمن في الدقيقة الخامسة لشوط المباراة الثاني؟ ركلة جزاء للأهلي الخرطوم. أيمن عبد الرحمن في حوار مع محمد مصطفى. أيمن عبد الرحمن، محمد مصطفى، لمن تكون الغلبة في ركلة الجزاء القادمة لأهل الخرطوم؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء أيمن عبد الرحمن ومحمد مصطفى. أيمن عبد الرحمن يضع الكرة في المرمى، يسجل أيمن عبد الرحمن من جديد، يعود ويهز شباك المريخ للمرة الثانية في هذه المباراة. أيمن عبد الرحمن وضع الكرة في المرمى، سجل التعادل.
مازن يلعب كرة والاستفادة من الكرات هي الثابتة من جانب هذا الكولومبي. برايان ادينسون يلعب الركنية داخل منطقة الجزاء والرأسية في المرمى. جول الهداف محمد كسرى، الآن أصبح هو الهداف في هذه المباراة، يسجل هدفين. محمد كسرى يسجل هدفين هذه المرة براسية في المرمى، براسية في المرمى. محمد كسرى يسجل ثالث الأهداف للمريخ بعدما سجل التعادل بكرة رائعة في المرمى، كرة ملعوبة من برايون والرأس الذهبية. محمد كسرى يسجل ثالث الأهداف في هذه المباراة. المدافع الهداف محمد كسرى، غاب صلاح نمر وحضر كسرى وسجل الثنائية في هذه المباراة. إذن المريخ يسجل ثالث الأهداف عبر المدافع محمد كسرى.